السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده وصفة النهارده هنعمله ايه؟ اكلة كده سريعة، والاكلة دي كل الناس تفطر بيها بعد صلاة العيد على طول. هنعمله ايه معانا؟ دي كبدة عصر عليها فصين ليمون، عشان كده ايه بتعمل معاكم اللون الابيض ده. تحط عليها ليمون ليه؟ عشان ما تسودش معاكي بعد ما تطلعيها من على النار، ما تسودش معاكي في النار، وانت بتطلعيها بعدها شوية تكون اسودت. لا، انا بعصر عليها ليمون وهي نية. شايفين مفتحها ازاي؟ هي فاتحة كده عشان خاطر الليمون اللي حطيته عليها. ومعانا فلفل الوان وفلفل اخضر، ومعانا توم. حطينا حبة زيت عشان نسخنهم على النار. هنبدأ بقى ايه نعمل بقى ايه ونسمي الله، وكل سنة طيبين، وعيد اضحى عليكم سعيد ان شاء الله. والاكلة الكبدة ديت ناس كتيرة جدا بتفطر بيها بعد صلاة العيد على طول. كونوا مجهزين بقى الكبدة السخنة بقى، كله بقى دابح بقى وكله عامل، كله بقى لازم يفتح بقى ايه نفسه بالكبدة كده اول ما يجي من الصلاة على طول. سميته بالله نصلي على سيدنا محمد. لو انتوا على اليوتيوب اعملوا اشتراك، مطبخ ام كريم. لو انتوا على الفيس اعملوا متابعة، طبخة سهلة مع شيماء. وهنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وندي بقى التومة تشويحة كده ايه حلوة على البوتاجاز. وفي فص كده فلفل هحطه على النار كده، انا بس هشوحه بس واخده، هشوحه على النار واخده. هنزل بقى فلفل حامي. طبعا الكبدة الاسكندراني اساسها الفلفل والثوم، مفيش اكتر من كده. انا معايا فلفل الوان هنزله معاها بس اديها تشويحة صغيرة كده، وانزل بقى على طول بقى ايه الفلفل. كله بقى ينزل بقى ايه، اقلبها اشوحها حبة حلوين، عشان الفلفل الالوان ده بينزل مية، ومش عايزة ايه الكبدة تشد معايا، عايزة الكبدة دي تنزل ويكون كل حاجة متظبطة. انا هسيب الفلفل يستوي شوية على بوتاجاز، واقلب بقى ايه الفلفل بقى دي تقليبة كده حلوة، تشويحة على النار عشان الفلفل الالوان هينزل ميته. احنا بقى هننشف ميته دي وننزل بعد كده ايه الكبدة. يبقى الكبدة الاسكندراني اساسها ايه توم وفلفل بس، منحطش عليها اي اضافات تانية. نقلب بقى كده ايه لحد اما الفلفل الالوان دوت ينزل كل المية بتاعته ويتبخر، عشان مش عايزينه ينزل مية مع الكبدة، عايزين الكبدة تنزل على ايه اضافات ناشفة، مش نحمرها او نحرقها، لا احنا بس نبخر بس ايه مية الفلفل. والفلفل الالوان دي اضافة من عندي، عندكش الوان حطي فلفل اخضر وخلاص، بس انا بحب طعمه، بيغير طعم الكبدة. بصي يخليها طعمها جميل جدا، وينزل كده تسكيرة كده في الزيت، وبينكه طعم الكبدة وبيخليها جميلة، غير فوايده طبعا. يعني جميل، يعني لو جربتيه هتحبيه مع الاكل. اي فلفل الوان بيبقى طعمه جميل جدا مع الاكل، اي حاجة تحطي فيها يغير طعمها ويخليها جميل. حتى المحشي بدك لو ضفتيه على المحشي وانت بدك بتحطيه، هتلاقيه بدك بيغير طعمها جميل ويخلي طعم المحشي ده ايه بيزود نكهته، بيزود طعم الحاجة لأحلى وأحلى كمان. طبعا سايبينه يتبخر ماشي، مش نستعجل عليها، عشان طبعا الكبدة متاخدش وقت يا يوسف. وان ايه الكبدة بالذات متاخدش وقت نهائي. اسهل حاجة واسرع حاجة ممكن تتخيليها وتعمليها الكبدة. انا طبعا بحمر جنبه شوية بطاطس، وحمرت بتاع بتنجانية، كانت عندي بتنجانية كده ايه قليتها وقطعتها شرايح وقليتها. وبطاطساية بدك ايه قطعت بطاطسايتين كده ايه حمرتهم بدك ايه على البوتاجاز. ده كده خلاص كده القرن ده انا اطلعه عشان ايه عايزاه بره. ماشي، انا بنحبه الحامي ايه مع الكبدة بالذات. صليتوا بنا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. خلاص باقي ايام قليلة، فاضل النهارده السبت، بكره الحد والاثنين والتلات يوم وقفة عرفات. كل سنة طيبين وعيد سعيد عليكم. شايفين المية اللي في الزيت دي؟ هي دي المية اللي عايزين نبخروها، مش نقولها نسيبها كده ايه كمان 5 دقايق كمان تانيين
عشان نطلع كل البخار بتاع المية بتاعة الفلفل الالوان اللي احنا طبعا حطيناه على الفلفل الاخضر. انت بتحبي تحطي فلفل اخضر حامي بارد اللي يريح، حطي كوبي. اهم حاجه تنكهي الاكل بتاعك وتسمي على اكلك وتقولي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده خلاص، هي الكبده تاخدش دقيقتين معاكي، كبده ما بتاخدش معاكي ثواني. ماشي. وهنا بقى هننزل الكبده. طبعا انا قلتلكوا ان هي لونها فاتح ليه؟ عشان اعصر عليها ليمون. الليمون بيفتحها ما يخليهاش تغمق معاكي بعد ما تقليها، عشان انت اول ما تجيبوا الكبده تحطوها على النار تلاقيها اسودت. لا، انا بعصر عليها ليمون وهي لسه نيه تفتح معاكي الكبده، ما تخليهاش تغمق معاكي نهائي. ماشي. تخليها كده طريه ومستويه وطعمها جميل فوق الوصف، احسن من انت بتشتريها من بره بمليون مره، وانضف واحلى بكتير. حاجه عاملاها في بيتك، عارفه الحاجه جايباها منين والكبده جايباها منين، وحاجتك مضمونه. ودي كبده بلدي، مش كبده متلجه ولا كبده الكلام ده، كبده بلدي. وانتوا الحاجه ما تكوني عاملاها في بيتك بتبقى بسم الله ما شاء الله عليها. ماشي. الناس كلها، في معظم الناس كتير بتبقى بتفطر بالكبده، بتجيب كبده خرفان، كبده جواميس، كبده جمل. وقت الذبايح بقى كله بقى اللي ربنا بيقدره على اي حاجه بيفطر بقى بالكبده دي على الصبح كده، بعد ما بتيجي من صلاه العيد على طول. تلاقي بقى الشوارع كلها ريحتها بقى التومه بقى فحه كده في اسكندريه، في شوارعنا كده بقى واحنا جايين من الصلاه، تلاقي بقى روايح طلعت بعد الصلاه على طول. تلاقي كله بقى عامل بقى الكبده، واللي عامل تومه احنا بنفطر كبده، وساعات بنفطر فتة على الصبح. ايوه بنفطر فتة الصبح. بكون سلقة اللحمة قبلها، قبل صلاة العيد بالليل، وبكون سلقة اللحمة واجي الصبح بعد الصلاة قبل ما اذان الصلاة بتاع الفجر يأذن عشان نروح نصلي العيد، اكون مسوية الرز ومخلصاه، واكون كامراه وسايباه ربع ساعة على الساعة لما نروحوها في الصلاة. اجي الاقي الرز دافي شوية، ونغرفه ونسخن الشوربة ونسخن اللحمة، ونطش بقى الطماطم الجميلة بتاعتنا على الصبح كده، وندبها بقى على الفطار. بصي مقولكيش بقى على الجمال بقى، شايفين الجمال كده؟ احلى فطار بعد صلاة العيد الكبدة اسكندراني بأحلى واجمل تتبيلة. شايفين فاتحة ازاي؟ بسبب الليمون اللي حطيناه وهي نية، ما تسودش معاكي مهما سبتيها. لو سبتيها كده بتاع ربع ساعة ما تسودش. اشوفكم بقى على خير، اشوفكم فيديو جديد.